عمرك فكرت إن تجربة واحدة وحشة ممكن تأثر على نظرتك للحياة بشكل مختلف؟ ده ببساطة حاجة اسمها التعميم المفرط، الأوفر جنراليزيشن. ده خطأ من أخطاء التفكير، والفيديو ده هنكمل فيه سلسلة أخطاء التفكير اللي كنا ابتدينا بيها، فيا ريت لو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت ترجع تشوفها. النهارده هنتكلم عن التعميم المفرط، الأوفر جنراليزيشن. هو إنك ببساطة لما بتتعرض لموقف سلبي بتبدأ تحكم على الحالة بشكل عام أو على الأشخاص بشكل عام، إن أنت بتبدأ تفرط في الحكم عليهم. يعني مثلا لو أنت اتقدمت لشغل فأنت اترفضت، فبالتالي تلاقي نظرتك اتغيرت. خلاص أنا شخص فاشل، ولو اتقدمت لأي شغلانة أنا خلاص هترفض لأني أنا فاشل. مش مثلا ممكن تكون المشكلة في السي في أو مشكلة في نقطة معينة أو أنا مثلا مؤهلاتي مش مناسبة، لا، هو أنا شخص فاشل وما ينفعش أتقدم لأي شغلانة تانية علشان هترفض. أنا في واحد صاحبي خاني، خلاص كل الصحاب خاينين، مفيش أي صاحب أنا هقدر أصاحبه تاني لأنهم هم كلهم خاينين. أنا أفرطت في الحكم على الناس نتيجة الموقف السلبي اللي أنا تعرضت له، وده خطأ من أخطاء التفكير اللي معظم الناس بيقعوا فيه. طيب ازاي نتعامل مع الخطأ ده؟ ببساطة، وهو ان انت بتبدأ بالملاحظة والأدلة، ان انت تبدأ تلاحظ نفسك، تبدأ تشوف الأدلة. هل كل الصحاب خاينين؟ طب انا ليا كام صاحب؟ مثلا ليا 1 2 3 4، واحد بس فيهم خاني، بالتالي ان السلوك لا يعمم، ان مش شرط يكونوا كلهم خاينين، هو ده بس اللي خاني. فبتبدأ تركز على الأدلة. انا قدمت للشغلانة دي، طيب انا ما اتقبلتش، طب ليه؟ ابدأ الاحظ، اشوف انا ما اتقبلتش ليه. ممكن ما اكونش اتقبلت عشان السي في مش قوي، مؤهلاتي مش مناسبة، فمش معناه ان العيب في ذاتي انا. فبالملاحظه وبالادله هو ده افضل طريقه تساعدك ان انت تقدر تعدل نقطه مشكله اخطاء التفكير اللي هي بتاعه التفكير المفرط. وبرضه ممكن لو الموضوع معاك بزياده ومش عارف تتعامل معاه، انك تلجا لحد متخصص. هو بيتم العلاج بيه عن طريق العلاج المعرفي السلوكي، بعض جلسات بنعالج فيها اخطاء التفكير. فلو انت عندك مشكله ممكن تسيبها لنا في الكومنتس او تبعت لنا على رسائل الصفحه.